السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل صنف النهاردة من حلويات قرع العسل. قرع العسل ده أنا كنت مخزناه في الفريزر. عملته اللحم لوحده والمية اللي سلقت فيها قرع العسل لوحده. حتى طالع لسه متجمد اهو، لسه بحاول أفكه. ونزلت معاكم طريقة تفريز قرع العسل قبل كده في فيديوهات قبل كده. جبت قرع العسل بعد ما فكيته كده من الفريزر، حطيته في الخلاط وحطيت عليه شوية من مية قرع العسل وضربتهم ونعمتهم. حطيته في حلة ونزلت عليه بمعلقة من كريم شانتيه. دي إضافية، لو انت مش حابة تحطيها براحتك. ممكن تحطي برضو أي مكسرات انت حباها. ديت برضو بتبقى إضافة زيادة، يعني لزيادة النكهة بتاعة الطعم. بعد كده حطيت عليها شوية من الفانيليا، ونزلت عليها بحوالي نص كوباية من الحليب، ودخلتهم كده على النار وقلبتهم لحد ما يغلي. بعد كده هنزل عليه بمعلقتين من دقيق السميد، اللي هو دقيق بتاع البسبوسة. دقيق البسبوسة ده هيخليه يربط، هيخلي قرع العسل معايا يربط ويدوله طعم جميل. وهنزل عليه بعد كده بمعلقتين من النشا متدوبين في ربع كوباية من الحليب. هنزل عليهم بعد ما قرع العسل بتاعنا يبتدي يدخل في الغليان، وهقلبه كويس جدا لحد ما النشا بتاعتنا تستوى ويربط معايا كويس. الإضافات اللي احنا حاطينها ديت هتدي طعم جميل لقرع العسل بتاعنا. بعد كده هنزل عليه بمعلقة من السمنة. طب اللي مش متوفر عنده قرع عسل يقدر يستبدله بالبطاطا. البطاطا هي هتعمل نفس الطعم، نفس المفعول، يعني هتبقى برضو تقدري تعمليها صواني، تعمليها برضو صينية بالبشاميل، تعمليها الصينية اللي احنا عاملينها دي. يعني تستبدلي قرع العسل بالبطاطا. بعد ما خلاص السمنة بتاعتنا ساحت، جبت صينية دهنتها من تحت بالسمنة ورشة كده من دقيق السميد، وفردت عليها قرع العسل ودخلته الفرن شوية على الصاج، حوالي 5 دقايق على الصاج من تحت. بعد كده دخلتها تحت الشواية تاخد لون، وطلعت بالشكل القمر ده. طبعا هنسيبها قبل ما نقطعها لما تبرد خالص، عشان تتقطع معانا خرط وما تتكسرش. وبصحتين وهنا، وأترككم في رعاية